وصفتنا النهاردة من الوصفات الشتوية الجميلة، وصفة كده مفيدة كلها فيتامينات، وكمان بتدفينا كده في الشتاء. طبعا كلكم عرفتوها، شوربة العدس. هعملها معاكم النهاردة بإذن الله بطريقة مميزة جدا، طعمها بجد أحلى شوربة عدس ممكن تشربوها. طبعا شوربة العدس كلنا بنعملها، ما فيهاش ابتكار، هو السبب بسيط جدا هقول لكم عليه واحنا شغالين او بنعمل الشوربة. هعملها معاكم بقوام مظبوط وطعم مميز. يلا بينا نبدأ، بسم الله، ونشوف هنعملها ازاي. معايا كوباية عدس مغسولة ومش منقوعة، بضيف عليها بصل وطماطم وجزر وتوم. هغطيها كويس قوي بالمية، يا دوبك بس اغطيها. بعد كده هرفعها على النار لحد ما تبتدي تغلي معايا. اول ما بتبتدي تغلي بيطلع ريم كده زي ما انتم شايفين على الوش. الريم ده لازم نشيله اول باول كده، لانه بيأثر على الطعم. دي اول خطوة في الطعم او السر بتاع شوربة العدس. لحد ما يبقى وشها رايق كده زي ما انتم شايفين، واسيبها بقى اقلبها كده واغطيها، واسيب كل المواد تمتزج مع بعض وتستوي كويس. بعد ما تستوي معانا كويس زي ما انتم شايفين كده، بشيلها بقى كده من على النار واسيبها بقى تبرد خالص. وبعد كده يا هضربها في الخلاط يا بالهاند بلندر. انا هعملها بالهاند بلندر، واتاكد ان انا مزجت كل المكونات كويس جدا مع بعض، مفيش حاجه ما انضربتش. زي ما انتوا شايفين كده في الفيديو، هضربها كويس جدا لحد ما تنعم معايا كويس جدا زي ما انتوا شايفين. بعد كده لازم اصفيها برضو عشان اتاكد ان مفيش اي شوائب او في اي حاجه ما انضربتش كويس، وهصفيها معاكم. وخلاص كده ما طلعش معايا زي ما انتوا شايفين ناعمه ومفيش اي حاجه، كله مضروب كويس. في حله بقى على النار هنزل بمعلقه سمنه كبيره، واول ما تدوب معايا وتسخن كده هنزل بشويه شعريه واحمرهم كويس. الشعريه في اي وصفه ما نيجي نستخدمها لازم على طول ايدينا فيها، عشان ما تتحمرش من جنب وجنب، لا، لحد ما تاخد لون ذهبي غامق كده. انا عايزاه غامق سنه، عشان لما بينزل عليه شوربه العدس لونه بيفتح، او بينزل عليه اي شوربه اللون بتاعه بيفتح شويه. وهنزل بقى بشوربه العدس، هقلبها معاه. بعد كده بقى هنظبط الملح بتاعنا، ونسيبها بقى على النار تاخد غلوة كده بسيطة والشعرية بتاعتي تستوي. وبعد كده هنقدمها مع بعض. هنا خلاص الشعرية بتاعتي استوت وبقت جاهزة. شايفين القوام مش تقيل ومش تخين، والقوام بتاعه مظبوط. هقدمها بقى معاكم، هصبها كده في البولة بتاع الشوربة. هزينها بتوست محمص، وفي برضه مزيناها ببصل مقرمش زي ما تحبوا تزينوها، وعاملة هنا جنبها عيش محمص، وطبعا مقدمها مع الليمون. شايفين بقى القوام بتاعها ما تخنش ومظبوطة معايا. السر بقى في شوربة العدس في كمية المكونات اللي بنحطها على كوباية العدس. يعني كمية البصل والجزر والطماطم والثوم، يعني مش فصلين توم بس او بصلاية بس. انا طبعا سايبه لكم الكميات بالظبط لمقدار كوباية عدس في صندوق الوصف. جربوها بجد، هتلاقوا الطعم بتاعها مميز جدا. الكميات لما بتبقى مكثفة بتخلي طعم الحاجة مميز، هتلاقوها زي اللي بتشربوها في المطاعم بالظبط. دي بقى كنت مقدماها مع بصل مقرمش. طبعا انتوا زي ما تحبوا تقدموها بالبصل، تقدموها بالتوست. انا عجبتني اكتر بالتوست، بيبقى غني كده مع شوربة العدس كده، طعمها جميل. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم. لو عجبكم استنوني في فيديوهات جديدة. مع السلامة.